اللي في الصورة ده شهير الكحلاني اللي اعترف للشخص الغلط بجريمة مش هو اللي عملها، وفضل الشخص الغلط يحاول يثبتها عليه بأي طريقة لحد ما ثبتت عليه هو. والخبر اتنشر في جريدة مصرية شهيرة سنة 2004. بتبدأ القصة في منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة سنة 2004، وتحديدا في مكتب المحامي سعيد حبور مع شهير الكحلاني، واللي أول ما دخل طلب من السكرتير بتاع سعيد يدخله فورا لأنه جاي في موضوع حياة أو موت. لكن طلب منه السكرتير سعيد انه يفضل قاعد ويستنى لحد ما دوره يجي، لان كل اللي قاعدين اكيد مستنينه برضه في موضوع حياة او موت. لكن قال له شهير وقتها انه لو ما دخلوش حالا عشان يقدر يحكي له اللي حصل ويلحق ينقذه، احتمال يجي يقبضوا عليه فورا، خصوصا لانه ما دراش جريمته. فاستغرب السكرتير سعيد وقتها جدا وسأله جريمة ايه، فقال له شهير انه قتل واحدة ست. فاتنفض السكرتير من مكانه ودخل لسعيد فورا، واللي اول ما سمع ان عنده مجرم معترف بجريمته في المكتب مشى الموكل اللي كان قاعد معاه ودخل شهير. واللي استغرب اول ما شافه لان سعيد كان على علاقه خاصه بشهير، وعمره ما توقع في يوم انه ممكن يعمل حاجه زي كده. فطلب منه سعيد يحكي له كل اللي حصل بالتفصيل وما يخبيش حاجه عنه، لان في الاول وفي الاخر هما الاتنين مصلحتهم واحده. فبدأ شهير وقتها يحكي له قال في البدايه انه ملوش ذنب في اي حاجه حصلت، وان هي اللي كانت بتجري وراه طول الفتره اللي فاتت، لكنه المره دي ما قدرش يقاومها. ولما فاق كان الوقت اتاخر جدا، وللأسف طلع زعله وخنقته كلهم عليها. ورجع شهير بعدها قبل الحادثة ب3 سنين وقال إنه كان قاعد في يوم من الأيام في مكتبه بشكل طبيعي جدا، وبيستقبل كل العملاء اللي جايين عايزين يشتروا منه عربيات وبيمضي معاهم العقود. لكن مرة واحدة دخلت عليه بنت جميلة صغيرة في السن، وكانت جاية على أساس إنها تتفاوض على عربية معينة. وبعد ما فضلت قاعدة معاه لمدة 3 ساعات متواصلة، قالت إن الاتفاق مش عاجبها ومشيت وسابته. لكنها جت تاني يوم والمرة دي قررت تتفاوض على عربية تانية خالص، ده غير كمان إنها كانت أغلى بكتير، وكان شهير عارف إنها مش تشتريها، لكنه فضل معاها لحد ما يجيب آخرها. وفعلا فضلت البنت قاعدة نفس ال3 ساعات من غير أي فايدة، ومشيت بعدها. وعدى بعدها أسبوع من غير ما يشوفوها مرة تانية. لكن أول ما الأسبوع عدى لقوها جت وعندها استعداد تشتري أول عربية اتفاوضت عليها ومعاها حقها كاش. بس تعرفوها ساعتها إن العربية اتباعت أصلا، فاضطرت وقتها تاخد واحدة تانية غيرها بنفس السعر. لكن في وسط كلامها مع شهير طلب منها تجرب العربية وتقوله على رأيها، بس قالت لشهير إنها ما بتعرفش تسوق. فسألها أمال هي جايبة العربية ليه؟ فقالت له إنها تدور على سواق شاطر، لكن شهير نصحها تتعلم السواقة بنفسها لأنها تتسلى جدا. فطلبت منه البنت وقتها يعلمها هو السواقة، لكن شهير اعتذر لها وقال لها إنه أول ما بيمشي من المعرض يا دوبك بيروح يلحق يقعد في البيت شوية مع الأولاد، وكان بيلمح لها ساعتها إنه راجل متجوز وعنده ولاد. لكن البنت فضلت وقتها تلح عليه وعرضت عليه مبلغ عشان يوافق، لكنه قال لها انه ممكن يبعت معاه واحد من اللي بيشتغلوا عنده يعلمها. فزعلت البنت ساعتها جدا وخدت منه مفتاح العربية ونزلت من مكتبه. فراح شهير وراها عشان يحاول انه يلاقي حل وسط يراضيها، لكنه لقاها راكبة العربية وساقتها ولا أجدع سواق. وفهم ساعتها انها كانت بتخدعه عشان تقضي معاه وقت مش اكتر، وما كانش وقتها فاهم ايه السبب اللي يخلي واحدة زي دي تتمسك براجل في فرق كبير في السن بينها وبينه، وسايبه الشباب اللي في المعرض كلهم على الرغم من انها جميله وصغيره ومعاها فلوس وعربيه. الا لو كان مثلا مصدر الفلوس دي راجل زيه، قدرت توقعه في شباكها وخدت منه كل اللي حيلته عشان تقدر تنفذ احلامها. وبسبب تفكير شهير حس ان البنت دي مش مظبوطه، والا ما كانتش عملت اللي هي بتعمله ده. لكنه برضه فكر انها ممكن تكون عملت كل ده عشان فاكره انه ممكن يعمل لها خصم على العربيه ولا حاجه، وبما انها خلاص اشتريتها يبقى اكيد مش هتوري له وشها مره تانية. لكنه اتفاجئ بعدها باسبوع ان البنت جت وفضلت تشتكي له من العربيه وان فيها عيوب كتير. فحس ساعتها شهير انها بتتحجج، وعرض عليها ياخد منها العربيه ويرجع لها نص فلوسها والنص التاني يبقى يقسطه لها. والغريب ان البنت وافقت على الرغم من انه كان عامل كل ده اصلا عشان يخليها تخاف على فلوسها وتاخد العربيه وتمشي. فاضطر شهير وقتها يوافق وخد منها العربيه. وفضلت البنت كل شويه تيجي المعرض بحجه انها بتسال على فلوسها، لحد ما في يوم قعدت مع شهير وحكت له قصه حياتها، وانها مولوده وفي بقها معلقه ذهب، وكل ده بسبب ابوها. ده غير كمان ان لما ابوها مات اخوها كان جنبها وبينفذ لها اي طلب هي نفسها فيه من غير حتى ما يناقشها، لانه كان شايف انه لازم يعوضها عن فقدان ابوهم، خصوصا لانه مات وهي صغيره جدا. وقالت له بعدها ان اخوها ادالها مبلغ كبير وطلب منها تفتح بيه مشروع لنفسها، وطلب من شهير يساعدها فيه. لكن شهير قال لها انه ما بيفهمش حاجه غير في العربيات. فقالت له البنت ساعتها انها ممكن تفتح محل لبيع قطع غيار السيارات، وبكده يبقوا بيخدموا على بعض. يعني الزبون اللي يجي لها ويحس انه زهق من عربيته ترميه على المعرض بتاعه، والزبون اللي يجي له وعايز يغير حاجه في عربيته
يرميه على المحل الخاص بيها. فوافق شهير، لكنه شرط عليها انه يشاركها في المحل وان المكسب بيبقى بالنص. ووافقت البنت. وكان شهير متابع كل حاجة بتحصل بالقلم والورقة بسبب انه ما كانش واثق في البنت دي اساسا، لكنهم عملوا المشروع سوا ونجح جدا وبقى بيجيب ارباح كبيرة. فابتدى شهير وقتها يثق فيها ويقرب منها اكتر، لكنها عمرها ما عرفته على حد من عيلتها، وكانت دايما بتقول ان اخوها مشغول وعشان كده مش هيقدر يقابله. وده السبب اللي كان مخليه مكمل شك فيها، وان مصدر الفلوس اللي فتحت بيها المشروع ما كانتش فلوس اخوها ابدا. وفضلت البنت تقرب من شهير واحدة واحدة لحد ما وقع في شباكها، لكنه كان كل ما يجي يقرب منها يمنع نفسه فورا، لأنه كان بيفتكر عزيزة مراته وإنه عمره ما قرب من واحدة ست غيرها، ده غير طبعا الحرمانية. فكان بيحاول إنه يبعد عنها على قد ما يقدر، بس كانت كل شوية تتحجج بحاجة في الشغل وتروح له لحد باب معرضه. والموضوع كان أكبر من إنها بتحاول بس إنها تتكلم معاه، الموضوع كان بيوصل لإنها بتحاول تغريه في كل مرة بيقعد معاه فيها لوحده على مدار ال3 سنين اللي عرفها فيهم، لحد ما حصل اللي حصل من كام ساعة. فطلب سعيد المحامي منه يحكي له بالظبط ايه اللي حصل من كام ساعة. وكان لسه شهير هيبدأ يحكي، لكن في نفس الوقت ده دخل عليهم رجال الشرطة وقبضوا فورا على شهير. واللي ما قدرش يحكي للمحامي الخاص بيه أي حاجة ليها علاقة بالحادثة، وما قدرش سعيد يعرف منه أي حاجة وهم بيقبضوا عليه، غير إن البنت اللي بيتكلم عنها اسمها سحر. وخدوا بعدها شهير على البوكس، وفضل سعيد مش عارف يتصرف ازاي ولا يجيب باقي القصة منين. فقرر وقتها يروح ورا شهير ويسيب المكتب بالعملاء اللي فيه عشان يقدر يعرف ايه اللي حصل من التحقيق. واول لما وصل على مركز الشرطة طلب منهم انه يعرف شهير متهم بايه بالظبط. فقالوا له وقتها ان شهير متهم في جريمة قتل، والسبب اللي خلاهم يعرفوا ان هو اللي ارتكب الجريمة انهم لقوا جثة واحدة في مكتبه مضروبة بسكينة، والسكينة عليها بصمات، وبنسبة كبيرة هتطلع بصمات شهير بسبب ان ما كانش في حد غيره في المكتب وقتها. فطلب سعيد منهم يقعد يتكلم مع شهير لحد ما يقدروا يتأكدوا من موضوع البصمات، لكنهم منعوا الموضوع ده تماما، وقالوا له انهم اصلا مستنيين يتأكدوا ان شهير هو اللي عملها، وبعد كده هيقبضوا عليه هو كمان بسبب انه كان مخليه في مكتبه، وده معناه انه كان بيحاول يتستر على مجرم. وحاول سعيد وقتها يشرح لهم الموضوع، لكن محدش كان بيسمعه لحد ما طلع التقرير بتاع الطب الشرعي للجثة، واللي أثبت إن المجني عليها تم الاعتداء عليها قبل ما تموت، يعني في حد اعتدى عليها وبعدها فورا مسك السكينة وقتلها. ولما قارنوا بصمات شهير بالبصمات اللي كانت على السكينة اكتشفوا إنها نفس البصمات زي ما كان متوقع، وكانت القضية وقتها تتقفل، وده طبعا بعد ما قدروا يكتشفوا الجاني ومعهم الدليل. لكن الغريب إنهم اكتشفوا حاجة تبعد عن شهير التهمة تماما وخلتهم يتأكدوا إنه مش هو اللي ارتكب جريمة الاعتداء، وده اللي أكدته عزيزة مرات شهير أثناء التحقيق، لأنها قدمت فحوصات طبية لجوزها بتثبت إنه مريض بمرض خطير في القلب يمنعه من ممارسة أي حاجة محتاجة المجهود، وإنه حتى لو كان حاول إنه يعمل أي حاجة مع البنت اللي لقوا جثتها في المعرض كان هيغمى عليه فورا. وده كان عكس تقرير الطب الشرعي تماما، واللي أثبت إن المجني عليها تم الاعتداء عليها بشكل وحشي، وإنها كانت بتحاول تقاوم على قد ما تقدر، لكنها ما قدرتش بسبب قوة خصمها. والكل فهم وقتها إن شهير كده ممكن يكون مسك السكينة بالغلط بعد ما دخل للمعرض في وقت متأخر واكتشف وجود الجثة، وممكن يبقى شهير عارف مين الجاني الحقيقي اللي اعتدى على المجني عليها وقتلها، لكنه كان بيحاول يداري عنه جريمته. بس عزيزة مراته بوظت الخطة اللي هو كان ماشي عليها بسبب فتحها لتقارير الطبية. وأكتر واحد كان مستغرب من الموضوع هو سعيد، بسبب إن شهير كان قايل له إن البنت كانت حاولت تغريه كذا مرة، فإزاي كان بيحاول يقاوم. فتأكد سعيد وقتها إن شهير كان بيكذب عليه طول الوقت عشان يقدر يثبت التهمة عليه، واتأكد ساعتها إنه فعلا كان بيداري على حد تاني جريمته وعايز يلبسها مكانه. وحاول وقتها يقعد مع شهير وطلب منه يعترف على اللي بيحاول يساعده بدل ما يودي نفسه في داهية، ودي مش جريمة عادية، دي أقل حكم فيها يبقى مؤبد. لكن طلب منه شهير يسمع الحكاية اللي كان بيحكي له للآخر. فقعد سعيد عشان يسمعه، وقال شهير إن ليلة الحادثة دخل مكتبه اللي في المعرض واكتشف إن سحر كانت قاعدة مستنياه وحاولت مرة تانية تغريه، وكان خلاص هيستسلم لها، لكنه مرة واحدة فاق وقرر يبعدها عنه، لكنها فضلت تقرب منه وكانت رافضة تقبل إنه مش عايزها. فزقها شهير بعيد عنه ومسك سكينة كان حاططها ديكور على مكتبه وهددها بيها، فلقاها وقتها بتضحك ومسكت ايده اللي فيها السكينة وطعنت نفسها بيها. وما كانش شهير فاهم السبب اللي خلاها تعمل كده، فطلع يجري وسابها في المكتب لوحدها ونزل فورا، وما كانش عارف يروح على فين، وعشان كده جاله المكتب عشان ينقذه ويقول له ممكن يقول ايه يطلع بيه من الجريمة. فقال له سعيد انه كده لسه بيكذب عليه وانه مش هيقدر يساعده طول ما هو بيكذب، لان تقرير الطب الشرعي اثبت ان البنت هي اللي تم الاعتداء عليها، وكل الكلام اللي هو بيقوله ده معاكس للحقيقة،
والا ما كانتش البنت فقدت شرفها يوم الحادثه. لكنه طمن شهير وقاله ان الكل عارف ان مش هو اللي عملها بسبب التقارير الطبيه اللي قدمتها مراته. لكن شهير ساعتها قال له ان عزيزه اكيد مزوره التقارير وانها مش فاهمه اي حاجه. وغير شهير بعدها كلامه، قال ان هو اللي اعتدى على البنت هو اللي افقدها شرفها، وان كل اللي هو حكاه من الاول ده كذب، وان هو اللي كان بيجري وراه عشان تشاركه وكان واخد الموضوع حجه عشان تفضل جنبه، وان هو اللي كلمها يوم الحادثه عشان يستغل ان المعرض فاضي ويعتدي عليها. ولما لقاها بتحاول تصرخ طعنها بالسكينه وفضل جنبها لحد ما اتاكدت انها طلعت انفاسها الاخيره. وفضل ساعتها يعتذر لسعيد ويقول انه ما كانش يعرف انها بنت، وكان فاكر انها بتتلاعب بيه لانها كل شويه كانت بتقرب منه وشويه تانية تبعد عنه وكانها قصدها توقعه في شباكها. فطلب منه سعيد يهدى وما يقولش الكلام ده لحد، ولما يتحقق معاه يقول انه دخل عليها لقاها في حاله صعبه وانها كانت عامله زي ما تكون واخده علقه موت وكانت مطعونه بالسكينه، فقرب منها عشان يساعدها وعشان كده مسك السكينه مش اكتر. لكنه لما لقاها طلعت في الروح طلع يجري وخاف لا يلبس الجريمه. ووافق شهير انه يقول نفس الكلام اللي سعيد حفظه له، لكنه كان لسه هيتعرض على النيابه تاني يوم. فقرر سعيد يرجع لبيته عشان يقدر يفكر في الموضوع على رواقه. لكنه اول ما رجع لقى والدته قاعده تعيط في البيت، واول ما مراته شافته سالته عن المكان اللي هو كان فيه وانهم دوروا عليه كتير. فاعتذر لهم سعيد وقال لهم انه كان مشغول مع موكل عنده مش اكتر، وسالهم على اللي حصل. فقالت له والدته ساعتها ان سحر اخته مختفيه من امبارح وانها سالت عنها كل الناس اللي تعرفهم وقالوا لها انها ما راحت لهمش. فاتخض سعيد وقتها جدا وخاف لا يكون اللي في دماغه صح، وطلع بعدها على مشرحه الطب الشرعي وطلب انه يشوف الجثه. ولما منعوه قال انه شاكك ان دي سحر اخته وخبى موضوع انه محامي شهير، لكنهم برضه رفضوا واضطر وقتها يروح ياخد تصريح عشان يقدر يشوف الجثه ويتاكد اذا كانت هي اخته ولا لا. واول ما خد التصريح جري فورا على المشرحه واتصدم اول ما شاف الجثه اللي لقوها في معرض شهير لانها طلعت فعلا جثه سحر اخته. واتصدم سعيد وما كانش فاهم ايه موضوع محل قطع الغيار اللي شهير حكاله عنه، خصوصا لان اخته لسه طالبه ومستحيل يكون معاها مبلغ زي ده. لكنه لما قابل والدته عرف منها انها سلمت لاختها ورثها من ابوها لانها خافت تموت وفي فلوس في رقبتها، وانها فعلا خدت الفلوس دي وفتحت بيهم مشروع قطع غيار للسيارات. لكنهم خبوا عنه الموضوع لانهم كانوا عارفين انه هيتضايق، خصوصا لانه كان امرهم ان سحر ما تاخدش ورثها الا لما تتم ال 25 سنه لانها لسه صغيره ومش تقدر تتحكم في ورثها. فاتصدم سعيد وقرر ساعتها ينتقم من شهير وراح للنيابه وحكى على كل اللي شهير قاله له عن قصه اعتدائه على اخته، وانها لما حاولت تصرخ عشان تستنجد بحد قتلها. لكنهم قالوا لسعيد ان في تقارير طبيه عرضتها عزيزه مرات شهير وانهم لسه هيحققوا في الموضوع بتاع التقارير دي ويتاكدوا انها صحيحه ولا لا. بس هو قال لهم ان شهير قالوا ان التقارير دي اكيد مزوره وان عزيزه عملت كل ده عشان تنقذه من حبل المشنقه مش اكتر، وهم كده هيكشفوا على شهير ويتاكدوا بنفسهم. فقرروا وقتها يمشوا ورا كلام سعيد ويعرضوا شهير على الطب الشرعي عشان يقدروا انهم يعرفوا هل هيقدر فعلا يرتكب جريمه زي دي ولا لا. ولما طلع تقرير الطب الشرعي كانت الصدمه للكل خصوصا سعيد، واللي عرف انه كان ظالم شهير وانه فعلا مستحيل يعمل حاجه زي كده ولا يقرب لاخته اساسا. بس عزيزه مراته اتحبست بسبب تزويرها للتقارير، لان طلع جوزها ما يقدرش يقرب من البنت مش بسبب مشكله في قلبه لان قلبه سليم 100%، لكنه مصاب بمرض يخليه ينقل العدوى لاي واحده يقرب منها. وهم لما فحصوا جثه سحر ما لقوش انها اتصابت بالمرض ده ولا حتى حاجه خفيفه منه، فاتاكدوا وقتها ان مش هو اللي اعتدى على سحر، ومحدش منهم خد بشهاده سعيد، واللي اتحول من محامي للمتهم لواحد بيحاول يثبت ان شهير هو اللي عملها باي طريقه. وده طبعا كان بسبب الكلام اللي شهير قاله له قبل ما سعيد يكتشف ان سحر اللي شهير بيتكلم عنها دي هي نفسها اخته. وطلع شهير منها بكل سهوله، وفضلوا ساعتها يدوروا على الجاني الحقيقي اللي ارتكب الجريمتين لحد ما لقوا واحد من العمال اللي بيشتغلوا في المعرض رايح لمركز الشرطه، وقال وقتها انه عايز يشهد بحاجه مهمه حصلت يوم الحادثه. وبدأ الراجل وقتها يحكي وقال ان يوم الحادثه جت سحر هانم للمعرض وسالت عن شهير بيه، فقال لها الراجل انه لسه ما جاش، فاتضايقت جدا وقتها وقررت تدخل تستناه في مكتبه لحد ما يجي لانها عارفه كويس انه دايما بيتاخر في مواعيده. وساعتها ما كانش في حد غيرها هي والعامل في المعرض كله، لكنه لقى ان سعيد المحامي جاي وسال برضه عن شهير لكنه عرفه انه لسه ما جاش، فقرر سعيد ان هو كمان يدخل يستناه في المكتب. فعرفوا الراجل ان ما ينفعش لان في ست مستنيه جوه وممكن تتضايق لما تلاقي واحد غريب داخل يقعد معاها. فبص له سعيد وقتها بقرف ومشي بعدها وسابه ودخل بعدها على مكتب شهير بيه. وبعدها بشويه سمع الراجل صوت صريخ سحر هانم جاي من ناحيه المكتب، فراح عشان يشوف ايه اللي بيحصل، لكنه لما دخل لقى ان سعيد المحامي بيطعنها بالسكينه فاتصدم وقتها وفضل يقول انه مش هيجيب سيره لحد
وخد بعضه وطلع يجري لأنه كان خايف من سعيد. وطول الفترة اللي فاتت دي سعيد كان بيهدده، لكنه في الآخر قال لنفسه إنه لازم يشهد شهادة الحق بدل ما حق الست يروح. فضحك الكل وقتها من العامل وطلبوا منه يقول مين اللي حفظه الحكاية دي، لكن العامل فضل يحلف إن محدش حفظه حاجة وإن ده اللي حصل. ففهموه وقتها إن القضية قضية اعتداء مش بس قتل. فقال لهم الراجل إن أكيد سعيد هو اللي كان بيحاول يعتدي على سحر هانم، عشان كده صرخت عشان حد يلحقها، لكنهم فهموه إن سعيد أصلا أخو سحر. ففهم العامل وقتها إنه اكتشف واضطر يعترف بكل حاجة، وقال إن اللي طلب منه يشهد الشهادة دي ثابت ابن شهير بيه، بسبب إنه شاف يوم الحادثة وهو بيخلص على سحر بعد ما طلب منها تقابله في المكتب بتاع أبوه بسبب إن في مشكلة كبيرة في الشغل، لكنها لما راحت حاول ثابت يعتدي عليها، ولما صرخت قتلها من غير ما يحس. ولما العامل دخل عليهم طلب منه ثابت ما يجيبش سيرة لحد وهو يراضيه، وكلم بعدها والده اللي جه جري على المعرض وحط بصماته على السكينة وطلب من ابنه انه يهرب، لكنه ما كانش عامل حسابه ان موضوع مرضه ده يتكشف والكل يعرف ان ابنه هو اللي عملها. واتحكم وقتها على ثابت بالإعدام وعلى شهير ب5 سنين سجن بسبب انه كان بيحاول يتستر على ابنه، وانه عرض رشوة على الطب الشرعي وكان بيحاول يضلل العدالة، وعلى عزيزة ب3 سنين بسبب تزويرها لتقرير طبي، وضاعت العيلة كلها بسبب غلطة ابنهم.